يعني الموبايل بصراحه بيجي صاروخ معاك روعه روعه. ولكن دخلنا مثلا على تطبيق غير شوف زي كده، فبتلاقي التطبيق فتح معاك بدون اي صوت وبيطلع بدون اي صوت. رحنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده طبعا معانا احنا ازاي ان احنا نسرع الموبايل بتاعنا. طبعا زي ما انت عارف ان اغلب الموبايلات بعد وقت زي كده بتلاقي ان الموبايل بيجي تجيب في التصفح في الالعاب في فتح التطبيقات، كل ده بيدي للموبايل تقل. فاحنا ازاي ان احنا نسرع الموبايل مهما كان الموبايل بتاعك؟ طبعا مش بيختلف الموبايل عن شاومي او انفينكس او سامسونج او هواوي. طبعا الطريقه دي هتنفع لاي موبايل. طبعا الموبايل اللي انا بستخدمه النهارده هو الريدمي نوت 9 اس. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم كده التطبيقات، زي ما انت كده بص كده في تحس توب. هو طبعا مش حب باين في الفيديو، بس انت مع استخدامك للموبايل هتلاقي انه في توبل في الحاجه. حتى لو جينا مثلا نشغل نفتح الموسيقى كده بتلاقي في توبل معانا زي ما انت شايف كده. فلو رحنا للموبايل تاني، لحظه كده نتخطى الاعلان. فلو رحنا كده لاي موبايل وليكن مثلا الاله حاسبه، تمام، في توجل هو بيفتح التطبيق معانا زي ما انت شايف كده. ولو رحنا مثلا على تطبيق تاني، اي تطبيق وليكن اي تطبيق معانا، ممكن نخش مثلا على اي تطبيق عندنا. مثلا هنخش مثلا على التطبيق ده، فشوف في توجل معانا في فتح التطبيقات. طب ازاي نروح نحل المشكله دي؟ طبعا كل اللي عليك انك انت بتروح للاعدادات عندك. اي موبايل بيروح على الاعدادات، حتى في الاعدادات في توجل كده او في تحس الموبايل تجيل، مش عارف. المهم بتروح على حاجه اسمها حول الهاتف. طبعا في الشاومي او ريدمي بتلاقي حول الهاتف عندك من فوق كده، واغلب الموبايلات التانيه بتلاقيها بالاسفل حول الهاتف. المهم لو رحنا على حول الهاتف بعد كده بتختلف من طريقه لطريقه. المهم في حاجه اسمها رقم الاصدار، تمام، رقم الاصدار. طبعا بنخش هنا على جميع المواصفات زي ما انت شايف. هتلاقي في حاجه اسمها اصدار الاندرويد، تمام. في اصدار الميو، ده هو ده اللي احنا بنعمله عليه، اللي احنا بنضغط عليه اكتر من 3 مرات. طبعا الطريقه دي هتلاقي اكتر من حد عارفها، بس انا هوريها لك وهوريك طريقه تاني مع بعض. يبقى هتلاقي عندي في شاومي او في ريدمي بتلاقي حاجه اسمها رقم الميو، الام يو اي ده، تمام. في الموبايلات التانيه بتلاقي رقم اصدار. المهم بتضغط عليها اكتر من 3 مرات زي كده، فبيقول لك من تحت الرساله لحاجه زيك انت مطور برامج فعلا. كده جت لنا رساله من الموبايل فعلت حاجه اسمها خيارات المطور، اللي انت بتقدر تتحكم في الموبايل بالكامل. بعد ما بتتفعل دي طبعا بعد 3 مرات بيجيب لك انك انت تعمل رمز للنمط او رمز للموبايل، الموبايل بتاعك نفسه، تمام. فانت بتدخل الرمز بتاع الموبايل. بعد كده بترجع تحت، ترجع للاسفل كده لورا. بعد كده بتلاقي حاجه اسمها خيارات المطور في اعدادات متقدمه. نروح كده مثلا على اعدادات اضافيه، بنلاقي كده في حاجه اسمها خيارات المطور. طب وليكن انت ممكن ما تعرفش، مش ممكن ما تلاقيهاش الخيارات المطور، فهتعمل ايه بقى؟ هتروح كده شريط البحث عندك وبتكتب على كلمه خيارات المطور وبتعمل بحث، وممكن تكتب كلمه بس خيار، تمام. المهم بتروح على خيارات المطور زي كده، بتفتح معانا بالشكل ده. طبعا لو لقيتها مش متفعله فانت بتفعلها. بعد كده بتنزل تحت الاسفل لحاجه اسمها كده، هنشوف الحاجات اللي احنا هنوصل عليها. بعد كده تنزل للاسفل بتلاقي حاجه اسمها حجم الرسوم المتحركه زي ما انت شايف، وحجم الرسوم المتحركه للنقل، وحجم الرسوم المتحركه مده 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 طول مده الرسوم المتحركه. الثلاثه دول يبقى حجم الرسوم دي والتنقل والنافذه وطول المده. فانت بتضغط هنا، ممكن تلاقيها 2، ممكن تلاقيها 1.5 زي ما تلاقيها، فتعمل لها ايقاف. او ممكن برضو تخليها 5 اكس 5 فاصلة اكس 5. فاحنا نفضل نخليها ايقاف الرسوم زي كده، وبنروح للثالثه كده الثانيه كده ونخليها ايقاف الرسوم. وبرضو هنا برضو بنخليها ايقاف الرسوم زي ما انت شايف كده. كده معانا الموبايل بصراحه بيجي بص روح احسن من الاول بكتير، تمام. حتى لو رحنا مثلا دخلنا على تطبيق، تمام، فتح معانا على طول احسن من الاول. لو رحنا مثلا على الاعدادات بتلاقي الاعدادات فتحت معانا بكل سهوله بدون اللاج اللي كان حاصل زي ما انت شايف. يعني الموبايل بصراحه بيجي صاروخ معاك روعه روعه. ولكن دخلنا مثلا على تطبيق غير شوف زي كده، فبتلاقي التطبيق فتح معاك بدون اي صوت وبيطلع بدون اي صوت. رحنا مثلا على يوتيوب زي كده زي ما انت شايف فتح معانا بكل صوت احسن من الاول بكتير. طيب الطريقه التانيه دي كده احنا عملنا الخطه دي، عملنا خطه كده حلوه للموبايل، سرع التنقل النافذه وكل حاجه بيجي معانا سريع. طيب
الطريقه الثانيه وهي هتلاقي في حاجه اسمها زياده السرعه او تطبيق الحمايه عندك في الموبايل. لو رحنا كده على تطبيق هنلاقي الحمايه زي ما انت شايف، طبعا اللون هنا بيختلف من موبايل لموبايل. المهم بتلاقي كلمه الحمايه او السكيورتي، تمام؟ فانت بتضغط عليها زي كده، او ممكن تلاقيه ايفون فون قصدي، تلاقيه فون، تمام؟ طبعا ده اعلان جانا بنعمل تخطي. زي ما انت شايف بيجينا الواجهه دي. طبعا هنا عندك فحص حمايه الفيروسات. طبعا هنا بنفحص الموبايل لو في اي فيروسات، وهنا المنظم، وهنا زياده السرعه. طيب زياده السرعه دي اللي احنا هنعملها دلوقتي دي لو في اكتر من تطبيق احنا بنستخدمه في الخلفيه فبياخد جزء من الرامات، تمام؟ فاول ما خد جزء من الرامات فالموبايل بيجي تقيل معانا، فاحنا بنعمل على زياده السرعه زي كده، وبنعمل على زياده السرعه. تلقائي بتلاقيه كده مسح لك ذاكره التخزين المتقدمه كده، بيجي زياده السرعه، بيجي عندك الموبايل بيجي سريع. فكده بتروح على اصلاح. هنا لو هتعمل اصلاح، بس انا عندي مش راضي احدث الموبايل، هو بيقول لي انك انت لازم تحدث الموبايل فانا مش هحدثه. وهنا الموظف برضه طبعا هنا بيجيب لك مسح ملفات الذاكره المؤقته، ملفات مهمله، حجم التثبيت، بيخلي الموبايل ما عندك سريع، تمام؟ بس كده احنا كده صلحنا الموبايل بنسبه 95%. طبعا ال 5% الباقيه دي طبعا دي من امكانيات الجهاز، سواء رامات 6 او 8 على حسب الموبايل. او لو مفيش برضه مساحه عندك في الموبايل، بتلاقي لو سياسه التخزين عندك ممتلئه بتلاقي ان الموبايل تقيل، لازم يكون في فاضي عندك، في فراغ كده في مساحه التخزين عشان الموبايل يبقى عندك سريع. زي ما انت شايف كده بروح انا حول الهاتف بتلاقي التخزين عندي فاضي، باقي 3 جيجا عشان يمتلي عندي الموبايل. وبس كده، كان هي دي الطريقه. واهم حاجه تضغط لايك للفيديو عشان هو بيحمسني ننزل فيديوهات باستمراريه، وتشترك معايا في القناه عشان يوصل لك كل جديد من قناه موبايل برو بلس. وبس كده، واشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.